سلام، معكم سكانير. والموضوع ديال الحلقه ديال اليوم هو الدراجات الناريه. وسؤال الحلقه هو: واش عمرك تخيلت الموتور ديالك بلا مانيط ديال لومبرياج؟ هذيك الحركه اللي حفظناها بيدينا اليسريه لدرجه ولات غريزيه، اليوم راها مهدده بالانقراض. حنا في 2026 والشركات كبار بحال هوندا، ياماها وبي ام دبليو بداو كينفذوا واحد الخطه جهنميه باش يقتلوا الميكانيك اللي كنعرفوه. هادشي ماشي غير على قبر الراحه ديال الراكب، هذا تنويم مغناطيسي تقني باش نهار يحطوا ليك موتور ديال الضوء تلقى راسك ديجا ولفتي السيستم. وجد راسك هذه رحله في كواليس الصناعه اللي غادي تبدل ليك النظره ديالك لذاك الموتور اللي تحت منك دابا ولا كتحلم تشريه. البدايه بدات بواحد القالب ذكي دارتو شركه هوندا سنه 2010، فاش العالم كامل كان كيحلف بالمانيال. خرجوا لينا بنظام جديد وسموه دول كلاتش ترانسميشن، او المعروف باختصار بالدي سي تي. والحقيقه الخفيه، هوندا ما كانتش باغا تريحك، هوندا كانت كدير ترويض للدراجين. اليوم في 2026 اكثر من 240 الف موتور دي سي تي مبيوع عالميا، وهوندا نجحات ترجع الموتور اوتوماتيك ومقبول عند الحريفيه. الموتور ما بقاش غير حديد، الموتور ولا كالكيلاتور كتعرف فوقاش تطلع وفوقاش تهبط لي رابور حسن منك. ودابا وصلنا للصح، في 2024 و 2025 الصناعه دارت انفجار تكنولوجي. الهوندا خرجت لنا بالاي كلاتش، هذا هو الجسر الحقيقي اللي كيعطيك الكلاتش ولكن الكتروني. بغيتي تقيسو مرحبا، بغيتي تنساه الموتور كيتكلف عادي. هذا هو التمهيد باش يصيفطوا لك الحساسيه في يدك اليسرى. الياماها اغريغ اي ام تي، الياماها حيدات البيدال ديال الرجل نهائيا في الام تي 09 2025، ولات السرعه كتبدل غير بالصباع، سيسا وسويتش. السؤال: علاش هاد الزحام؟ حيت الموتور الكهربائي غالبا ما كيكون فيه غير رابور واحد، سينجل سبيد. الشركات دابا كيدربونا باش نهار نركبوا على الكهرباء ما تجيناش يدنا ورجلنا اليسريه خاويه. باش نقدروا نفهموا اكثر خاصنا ضروري نهضروا على البيزنس. علاش الشركات هاربين من البنزين؟ دراسه جدوى كتقول باللي محرك الاحتراق فيه اكثر من 200 قطعه كتحرك، بيستونات، لي صوباب، لي شان، تروس. هادشي كامل بالنسبه للشركه وهو صداع الراس في التصنيع وحتى في الضمانه. وحسب نفس دراسه الجدوى، ابتداء من 2027 انتاج الدراجه الكهربائيه غيولي ارخص ب 20% من دراجه كتمشى بالبنزين. الشركات كيشوفوا باللي الربح ما بقاش في الحديد، الربح غيولي في الاشتراك. هوندا باغا تبيع لك موتور، ولكن البطاريه غادي تولي تخلص عليها ابونمون شهريه. هذا هو المنجم ديال الذهب الجديد بالنسبه لهاد الشركه. الارقام ما كتعرفش العاطفه، وهاد التواريخ اللي غادي نعطيك خاصك تقيدهم عندك. في 2030 هوندا واعده ب 30 موديل كهربائي جديد، والهدف هو تبيع 4 مليون موتور ديال الضوء في العالم كامل. في 2035 بزاف ديال الدول غادي يمنعوا بيع اي موتور كيدير انبعاثات. في 2040 هذا هو تاريخ الوفاة الرسمي للمحركات الحرارية عند العمالقة اليابانيين. حنا دابا في 2026، حنا في مرحلة الانتقال الصامت. نظام الاي اس اي ديال البي ام دبليو والايغريغ اي ام تي ديال الياماها هما المخدر باش ما تحش باللي الروح الميكانيكيه بدات كتسلت بشويه بشويه. وصلنا لافان ديال الحلقه. الموتور بالنسبه ليا ماشي غير مجرد وسيله نقل، الموتور بالنسبه ليا هو لا باسيون وهو الشغف. الشركات كيسهلوا علينا السياقه، ولكن في نفس الوقت كيقتلوا فينا داك الارتباط الميكانيكي. الكلمه ليكم: واش نتوما مع هاد التطور اللي غادي يخلي الموتور متاح لاي واحد، ولا كتحسوا بلي الموتور بلا كلاتش وبلا فيتاس وبلا صوت غيولي مجرد روتينات كبيره؟ خليو لينا الاراء ديالكم، هاد المره القضيه حامضه.